يا مساء الخير، هنعمل مع بعض النهاردة العيش الفينو بطريقة سهلة ولذيذة في البيت وبمكونات سهلة من غير بيض ومن غير لبن. وطريقة سهلة جدا وبيطلع احسن من المحلات بالظبط. ان شاء الله يعجبكم. دي الكمية اللي انا عملتها النهاردة. تابعوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا المقادير وتشوفوا عملناها ازاي. ان شاء الله يعجبكم. متنسوش تعملوا له لايك للقناة واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. يلا نقول بسم الله. نشوف المقادير مع بعض. معانا اول حاجة معلقتين صغيرين من الخميرة الفورية، و3 معالق من السكر، وكوباية ونص من المية الدافية. هننزل بيهم على الخميرة بالسكر في المية الدافية بتاعتنا ونقلبهم كويس كده لحد الخميرة بتاعتنا ما تبوش، وبعدين نغطيها لمدة 5 دقايق لحد ما تعمل الرغوة اللي فوق على الوش دي زي ما انتوا شايفين. بعد كده بننزل بيها في طبق كبير، طبعا الطبق اللي هنعجن فيه. بعد كده معانا معلقتين من اللبن البودرة لو متوفر عندك. مش متوفر عندك ممكن نضيف معلقتين او 3 من اللبن الحليب، بس اللبن البودرة بيكون افضل. في تساكر كده ب5 جنيه التذكرة، يدوب معلقتين ممكن نستعملها. ومعانا هنا نص كوباية من الزبادي، يعني عبار واحدة بس، علبة واحدة من الزبادي بس بتعادل نص كوباية. وننزل بيهم دول حوالي 5 مجات من المعيار اللي عيرت بيه الزبادي اللي انتوا شايفينه ده. دول 5 مجات من الدقيق. بننزل بيهم شوية شوية مش مرة واحدة اهو، ونبدأ نعجن كده ونقلب. طبعا زي ما تحبي، لو في دقيق بيستجيب وفي دقيق بيعوز يضطر شوية، في دقيق بيكون طري بيعوز دقيق تاني، يعني عشان كده بننزل بالدقيق واحدة واحدة. بعد كده نزلنا بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر ونص معلقة من الملح، ونبدأ بقى نعجن العجين بتاعنا. انا هنا بسلك المضرب وهعجن بايدي بقى بعد كده واخدم العجينة كويس. اهم حاجة هنا بعد ما بدأت اعجن في العجينة زي ما انتوا شايفين، طبعا بعد المرحلة دي بنضيف تلت كوباية من الزيت زي ما انتوا شايفين كده، او اقل من النص، حاجة بسيطة تكون كوباية صغيرة من تحت الشاي نصها. ونبدأ بقى نعجن العجينة كويس زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة العجينة بتاعتنا نخدمها كويس ما تكونش بتلزق في ايدينا. لو لقيت العجينة بتلزق في ايديك وطرية قوي تضيفي شوية دقيق صغيرين واحدة واحدة لحد العجينة ما تتمسك معاكي بالشكل زي انتوا شايفينه ده وما تلزقش في الايد. بعد كده بقى بنجيب الطبق بتاعنا ونسيبها تتخمر لمدة نص ساعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واحنا بقى بنلم العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت، مش بنعجنها، بنحاول نطلعها من الطبق بتاعنا بالراحة كده عشان ما نكبس العجينة بتاعتنا. شفت انا هنا طلعتها على طول بالطول مستطيلة اهي طوالي، وبنبدأ نفردها زي ما انتوا شايفين كده من غير ما نعجن فيها او نطبقها. ونبدأ بالسكينة بتاعتنا او بالقطاعة نقطعها زي ما انتوا شايفين كده حتت صغيرة. هنا هتعمل معايا حوالي 17 رغيف اهو زي ما انتوا شايفين كده بالحجم ده، ما نكبرهوش قوي. انا هنا قطعت الكمية بتاعتنا كلها، وهبدأ بقى اخد حتة بحتة كده الفها دوران زي ما انتوا شايفين بالشكل ده من غير ما نكبس العجينة في بعضها. يدوب ايدينا تبقى خفيفة خالص اهو. نحاول نلم العجينة بس نكورها كده ونغطيها برضو وهنسيبها تختمر لمدة 10 دقايق. واول واحدة عملناها هي اول واحدة هنبدأ بيها. دي الكمية بتاعتها اهي بعد ما عملتها، وهنا غطيتها بفوطة وسبتها تتخمر لمدة 10 دقايق بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. كده اختمرت. هنبدأ بقى نفرده. اهم حاجة الفرد بتاعه يا جماعة. طبعا انت لو عاوزة العيش الفينو يبقى طويل شوية بتكبري العجينة، عاوزاه يبقى زي الكايزر قصير كده بتصغري العجينة بتاعتك وبتبدأي تفردي العجينة بالمفرد بتاعك مستطيل مش مدور. نخلي العجينة بتاعتنا مستطيلة زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده، ونبدأ بقى نطبقه كده وندوس على الاطراف بتاعتنا وندوس على العجينة من جوه اهو علشان يبقى كله في بعضه وما يتفتحش معانا في الفرن اهو. وفي اخر رقة بنطبقها في بعضها كده
وبنقفل من الجناب ونبرمها كده برمتين على الرخامة، دي اهم حاجة. ونكون دهنين طبعا الصاج بتاعنا حبة من الزيت على خفيف، ونرص فيه الكمية كلها. هعمل معاكم كمان واحدة. يا رب اللي بيشوف الفيديو لحد دلوقتي ما ينساش يعمل لايك للفيديو ويدوس اشتراك للقناة ويتابعنا عشان يشوف كل جديد. وان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم وهيطلع معاكم احسن من بتاع المحلات، ومغذي ومفيد جدا للاطفال. والرغيف بيطلع مليان معاكي، مش رفيع ومفيهوش قلب كده، لا بيطلع كبير وحلو. انا هنا بعمل تاني واحدة وهخلص الكمية كلها وهرجع لكم تاني. في طريقة لللف برضو بدل التطبيق ده هوريها لكم تاني دلوقتي. اهم حاجة نظبط المقادير بتاعتنا كويس. طبعا لو عاوزة تكتري الكمية بتضعفي الكمية اللي انت حطيتيها، يعني بدل كوباية ونص بتحطي 3 كوبايات مية، وبتضعفي كمية الدقيق. بس اهم حاجة ننزل بالدقيق بتاعنا واحدة واحدة عشان العجينة تكون كويسة معانا وتطلع مظبوطة، ونلتزم بالمقادير. وهسيب لكم المقادير في الوصف ان شاء الله. انا هنا خلاص الكمية بتاعته وسيبته اختمر. بعد ما عملناه لازم يخمر معانا لحد ما ينفش ويبقى شايفينه بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. تسيبيه يتخمر لمدة ربع ساعة نص ساعة. المهم ايه الرغيف بتاعنا يتخن ويبقى بالشكل ده. بعد كده بندهنه بحبة من الزيت وبندخله الفرن على درجة حرارة عالية 220 240. اعلى درجة عندك في الفرن بتدخليه عليه. المهم تكون نار حامية وما بتولعيش الشواية من فوق، هو بيتحمر بالشكل الجميل اللي انتوا شفتوه ده معانا من حرارة الفرن من تحت. اوعي تولعي الفرن عليه من تحت. وطلعت النتيجة اهو بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين، هش وطري ومليان من جوه واحسن من بتاع المحلات صدقوني. انا بس مش عارفه امسكه معاكم قوي عشان هو لسه طالع من الفرن حالا وسخن. شايفين حتى البخار اللي هو بيطلعه، مش عارفه امسكه. بس بصراحه جميل وعجبني جدا ويا رب يعجبكم. انا هنا طلعت اول كميه معايا، باقي كميه لسه في الفرن. واهم حاجه اول ما بيطلع معانا بتغطيه بقماشه او فوطه عشان ما الوش بتاعه ما ينشفش معاكي. ودي تاني كميه اللي كانت معايا اهي. شايفين بتدوس عليه هش وطري وجميل. بألف هنا وشفا اللي يجربوا وان شاء الله يعجبكم. وما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وتقولوا لي رأيكم في كومنت.